نبقى مع نفس الموضوع. أين تتواصل معاناة اللاجئين في أوروبا؟ فمن نجا من الحرب ينتظرهم جحيم مجهول في دول تقتل اللاجئين لتحمي مصالح الاتحاد الأوروبي. وداد حمدي تفصل في هذا الموضوع. هي مدينة سنجار الواقعة تحت سيطرة إرهابيي داعش، مدينة كان يقطنها الآلاف من العراقيين من أبناء طائفة الأيزيدية الذين فروا من مساكنهم نحو جبل سنجار خوفا من الاضطهاد. جبل استراتيجي أصبح واقعا تحت سيطرة قوات كردية لم تقرر قيادتها وحلفاؤها الغربيون شن الهجوم النهائي لاسترجاعها من التنظيم الإرهابي، موقف يؤكد وجود أطراف تستفيد من الماء العكر ببلاد الرافدين. تنظيم داعش يسيطر على 75% من مدينة سنجار بسبب قرار سياسي. نحن لا نتحكم على 50%، لكن هذا ليس كون داعش أقوى منا. ما إن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف والرئيس الكردي بارزاني تحرير المدينة في هذا الوقت سنتمكن من تحريرها. تحمي أحد المواقع الدفاعية المتقدمة قوات البشمركة المتمركزة فوق جبل سنجار من هجمات مسلحي داعش، فهذا الخزان الخاص بالمياه تنخره ثقوب ناتجة عن إطلاق الرصاص. معارك طاحنة تدور بين القوات الكردية وداعش. خط التماس في سنجار هو الأقرب مع تنظيم الدولة الإسلامية في كل منطقة كردستان. المسافة بيننا وخصوصا في الليل هي بالكاد 50 مترا. خط التماس قريب جدا. مثلا البنايات التي نسيطر عليها قاتلنا من أجلها بضراوة وشجاعة. قاتلناهم بالقنابل اليدوية. تشكل استعادة مدينة سنجار هدفا للآلاف من المقاتلين الأيزيديين، حيث يعتبر هذا الهدف الوسيلة الأخيرة للانتقام من ما وقع لبني طائفتهم وإعادة الهيبة لأقليتهم.